أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج العقرب، مساء الطاقة الإيجابية عليكم، مساء الفرحة والسعادة والوفرة. النهاردة هنتكلم عن الفترة من يوم 15 اللي هو غدا 15 يوليو حتى نهاية شهر يوليو، وده النصف الثاني من شهر يوليو لعام 2024. القراءة دي بتتكلم عن مشاعرك ومشاعر الحبيب، وكمان بتتكلم عن ايه الخطوات القادمة بينك وبين شريك حياتك اللي هو حبيبك. وكمان هنتكلم عن النجاح المالي، وهنتكلم عن باب الأصدقاء، وهنتكلم عن الصحة. أهلا بيك مرة ثانية برج العقرب. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج العقرب، أول شيء احرص على عدم جرح مشاعر حبيبك أو شريكك. احرص على عدم جرح مشاعر حبيبك أو شريكك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حاول تتجنب استخدام الكلمات القاسية مع شريك حياتك، لأن ده الكلام القاسي ده والغضب بيؤدي إلى شعوره بالإهانة. فحاول إنك تتحكم وتصبر وتتماسك في أعصابك. كمان يا برج العقرب، حاول دايما إنك تخصص المزيد من الوقت للحب والتفكير في مشاعر شريكك. بالرغم انك مشغول في عملك، ولكن حاول دايما انك تكون بتخصص وقت لشريك حياتك. كمان الفترة دي حاول انك تحافظ على شريك حياتك، وابتعد عن الدخول الى تفاصيل تسبب المشاكل او حدوث مشاكل بينك وبينه، وابتعد عن الخلافات، وحاول انك تحافظ على قضاء وقت ممتع مع شريك حياتك. كمان الفترة دي حاول انك تاخد وقت للاسترخاء وشحن طاقتك، حتى لا تؤثر التوتر سلبا على صحتك الجسدية والنفسية، لأن صحتك النفسية بتؤثر على حياتك العاطفية. فحاول إنك تتخطى الأزمات، وتحاول إنك تعبر عن مشاعرك بكل رومانسية للطرف الآخر، وكن إيجابيا في التفكير لمساعدة شريك حياتك على تخطي الأزمات، وخطط لقضاء الوقت معه لتقوية العلاقة العاطفية والتغلب على أي توتر بينكم. برج العقرب، مهنيا كمان الفترة دي أنت هتتصف بمهارات إيجابية ومميزات إيجابية. هتكون محب للعمل، هتكون جيد التواصل، هتكون قادر على إنهاء العمل بسهولة، هتكون منظم، هتكون قادر على تحديد أفكارك. هتحاول الفترة دي إنك دايما تعبر عن يعني مشاعرك لأصدقائك بإن العمل تعاون. وكمان الفترة دي أنا شايفك هتكون بتاخد قرارات للعمل لوحدك، أو عايز يعني تكون المنافسة بينك وبين الآخرين، ولكن أنت في الوقت الحالي هتكون بالفعل بتتميز بعقلية مميزة وفريدة، وهتكون شخصية ممتازة في العمل. ولكن يا برج العقرب، كن حذرا بشأن أموالك. كن حذرا بشأن أموالك، ولا تثق في الآخرين. يعني ما تديش الثقة المطلقة، وحاول انك تستثمر اموالك، وفكر جيدا قبل اتمام عمليات شراء او بيع. يعني حاول قبل ما تشتري الشيء او تبيع اي شيء، حاول تفكر كويس يا برج العقرب. برج العقرب كمان بالفعل حاول انك تكون منظم ومرتب في عملك، وحاول انك تبتعد عن القيل والقال. واذا كنت بتسعى الى التميز عن باقي زملاء العمل، حاول انك تجتهد وتكون أكثر مرونة، وتحاول تصل إلى أهدافك، وتبتعد عن الكسل والخمول والإرهاق والمجهود الزائد. وحاول إنك دايما تكون يعني بتفكر تفكير سليم منطقي في اتخاذ أي قرارات. وخلي بالك إن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة دوما، فالمهم إنك تستغل كل فترة منها، وتحاول إنك تخرج منها بأفضل النتائج، عشان ما تندمش على أي فترة عدت من فترات حياتك. بالفعل أنت هتكون إنسان ممتاز، بتتميز بالذكاء، بتحاول دايما
تصل إلى النجاح. وبالفعل أنت يعني هيكون معاك كمان الفترة اللي جاية الشريك يعني بيساعدك وبيحاول يدرس معاك خطواتك، وبيحاول إنه يشاركك في مشاريعك العملية أو المهنية أو المالية، وهو دايما بيشعر بالانجذاب الشديد نحوك، ودايما بيحاول إنه يقرب المسافة بينك وبينه، لأنه هو جاد في علاقته العاطفية معاك وأكثر جدية ونضجا، وخاصة هو بيفكر إنك أنت وهو تنجحوا في مستقبلكم وعلاقتكم على المدى الطويل. فأنت حاول إنك لا تسمح أيضا للضغوط في العمل إنها تؤثر على استقرار حياتك الأسرية، أو تفصل بين حياتك أو تفصل بينك وبين حبيبك. فحاول إنك دايما ما تخليهاش تأثر على الحياة بينك وبين حبيبك، يعني حاول إنك تفصل بين حياتك المهنية والعاطفية. كمان بتحتاج إلى أجازة لكي تستريح قصيرا من ضغوط العمل والحياة بشكل عام. فحاول إنك تاخد حتى فرصة أنت والشريك للفسحة أو النزهة الفترة اللي جاية دي. يعني حاول إنك تسافر، تاخد فرصة للسفر للفسحة. كمان حافظ على تناول غذاء صحي غني بالعناصر الغذائية المختلفة. حاول تتجنب الأكلات المليئة بالدهون والأملاح. حاول كمان إنك تكون يعني تبتعد عن أي ضغوط، وحاول إنك ما يكونش بتبعد عن يعني إيه، خد وقتك في النوم، بلاش يكون عندك اضطراب في النوم عشان تعرف تكون عملك جيد، عشان تعرف تشحن طاقتك الإيجابية. اعطي أولويات للرعاية الذاتية، حاول إنك تعطي دايما أولوية لرعايتك الذاتية لنفسك. ابتعد عن القيل والقال، تجنب التشاؤم، حافظ على التفاؤل، لأن كل هذه الأشياء بتساعدك على النجاح يا برج العقرب. برج العقرب أنا مش هطول عليك، لكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وللقراءات الخاصة بنعمل انتساب أو انضمام عن طريق الزر الأزرق الموجود بجوار زر الاشتراك. وإلى اللقاء.